السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير. اليوم ان شاء الله نوجد معكم بشنيخه معسله على ود رمضان ان شاء الله. وهادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. عندي 125 غرام تاع الزنجلان محمر ومطحون، قبيصه د الملحه، معلقه تاع النافع وحبه حلاوه مطحونين، وعندي معلقه كبيره تاع ماء الزهر، ومعلقه تاع الخل، واحد الخماره حمراء، ومعلقه صغيره تاع القرفه. وهنا عندي نص لتر تاع الحليب مذوبه معاه 250 غرام تاع الزبده، كندوبهم كنخليهم خصهم يكونوا دافيين. ولهذا الخليط هادي نحتاج كيلو تاع الطحين. نبداو دابا في الطريقه على بركه الله. كنخلط العناصر اللي عندي ديجا في الكسريه حتى ينسجموا مع بعضياتهم، وكنبدا نزيد في الحليب والزبده اللي مذوبه شويه بشويه حتى ينسجم ليا الكل. نبدا نضيف الكميات ديال الحليب والزبده شويه بشويه. صافي انا خويتها كلها في خطره. ودابا نبدا نزيد الدقيق، كيلو تاع الدقيق. دابا الناس على حسب النوعيه تاع الدقيق كي دايره. المهم كيلو تاع الدقيق انا كيشيط ليا فيه شويه، ولكن على حسب النوع تاع الطحين واش كيشرب ولا ما كيشربش. كتزيد لك هي ولا لا؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى وعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى وعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى وعدك صار وصال. نعطي صبرا نحمد وجها والله. وكما قلت لكم ها هو شويه الطحين اللي شاط ليا من كيلو. ناخذ كره تاع العجين نسرحوها بالمدلك، نسرحوها على شكل طولي. من بعد ما نسرحوها غادي ندوزوها في الوراقه على هذا الشكل هذا. هندوزوها في الاول في الجهه اللي كتسرح عادي، ومن بعد عاد ندوزوها في الجهه اللي كدير لنا شريطات بحال سباغيتي. على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنبدا نقرصو من الجناب، كنشدو الحجم اللي بغينا على حسب القد اللي بغينا نديرو.
وبنقرصوا ليها الجناب مزيان. ونبداو نقطعو كل قرصه، نقطعو للحد ديالها، كل قرصه نقطعو للحد ديالها، ونديرو بحال جمعناها شويه هكا في الوسط. وهاد الخيوطه اللي شاطرنا نشدو بحال هكا، نعاودو ندوبلوهم الا كانوا قلال في الجن، نعاودو ندوبلوهم ونقرصو عاوتاني. وهكا كيكون الشكل ديالها على هاد الشكل هذا في الاخر. ودابا ندوزو للقلي. الزيت خصها تكون سخونه مزيان، ونقصوا العافيه تكون العافيه مهيله، ونبدا نلوحو البشنيخه ديالنا شويه بشويه. ودابا ندوزو للتسال. ملي كتقلى البشنيخه وتاخذ واحد اللون ذهبي، نلوحها في العسل ونخليها تشرب مزيان العسل حتى طيب لنا اللوحه الثانيه اللي نحلات البشنيخه. عاد من بعد نحيدوها تستقطر باش نديرو فيها البشنيخه اللي تحمرات. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصار. مرحب. صافي يا البنات، هذه هي البشنيخه ديالي، ها هي وجدت. دابا انا كنستفها ديريكت في السطل، كنستف وكنفينا بشويه تاع الزنجلان بيض. نتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها، ما غاديش تندموا ان شاء الله الا جربتوها. كتجي بنينه وخفيفه. يلا تهلاو في راسكم وعشركم مبروكه، ورمضان كريم ان شاء الله على الجميع. الفيديو القادم ان شاء الله.